السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شباب ان شاء الله بخير، ان شاء الله طيبين. معكم عبوش من قناة وانتيد. اليوم السبت الساعة 7 الصباح، جهز لكم مقطع جامد، مقطع كلكم منتظرينه. مقلب في اوزكس، عجزت مقلب اوزكس، حاولت بكل الطرق، صعبة مقلب اوزكس. يا انسق مقلب واضبط مقلب، فجأة اوزكس ما يقدر يطلع معي، اوزكس مشغول، اوزكس. اليوم قلت له تعال تك في بيتنا ونفطر سوا وكذا وكذا. فكرة المقلب انه اخترع له سالفة، انه مثلا انا ماخذ من ابوي فلوس وهو ما يدري، ومن هالكلام يعني. فاشوف ردة فعل اوزكس وش راح يقول. فان شاء الله يضبط المقلب وان شاء الله يعجبكم. كل اللي ابي منكم تضغطوا اللايك واشتراك، اللي ما اشترك بالقناة لا تنسوا تتابعوني على سناب شات وانستغرام. ويا رب يا رب يا رب يضبط المقلب. شاي ادخل يلا روح الكرسي وجهك. الكبير وصل يا رجاله. جيب صفرة، ما في صفرة يا ابوي، والله ما في صفرة يا ولد انت ما تعودت على حياة البر. جيب الصفرة يا شيخ. بس امسك انا عن قبل بعدين ليش جبت ميزان؟ ترى كفي واحد لي واحد لك، عشان واحد لي واحد لك، خلاص ما يحتاج. خلاص عادي، مو عشان انك باين تسوي نفسك. جيب صفرة يا آدمي. حبيبي انت كم عمرك انت؟ كم عمرك؟ 12 19 19 حركات. لا تخشيني هذيك. هذا صماط القبائل يا ولد. هذا ترى كبده بالجبن يمين الله. وسخن. وش هذه؟ يا اخي روح جيب الصماط يرحم امك، والله ما عفاك كذا يا العيل. هذه قد تفارق معي. نعم يا كلب. روح جيب الصماط. الزبدة انها عبوش قاعد يصير فيه مقلب ويحسب اني غبي، ان الحمار ومصورني في سنابه من قبل لا ناكل وقال اني بمقلبه، ومتابعينه جاوني وقالوا لي انه شو اسمه عبوش بمقلبني. انك تخسر. فكر انا هندي بس ينسي ضيعت الغبي. معليش اطارتنا، معليش برد حبيبي، ما عندنا صماط منه. طب روح انت لازم تحرجني من اليوم. الله يفشلك. هذا انا جاي. الله يفشلك اللي اسمك قول عازم الملك سلمان. بسرعة خلينا نفطر، بس خلينا نرقد. مخزن حار. على كيف ابوك هو؟ الان تنحط في الثلاجة ذي. من قال لك الثلاجة تنحط في الشطة؟ اجل ما تنحط. من قال لك ان الشطة تنحط في الثلاجة؟ على كيفك؟ طيب وين تنحط يعني؟ خير. تخليني اكل زيادة شغلي. خلاص يا بوش. انت ترى انا زاق معي ترى، الله يكرم مني. متى؟
من أسبوع حولها. فضفض لي بعد قلبي، افتح لي قلبي. شوف أنا الأمور العائلية ما بفتحها مع أحد، بس أنت مشاري والله قريب مني. يا أخي أنا سويت شيء ندمت عليه، مش الشيء اللي سويته أنا، يعني حتى أبوي لو لفطني خلاص ما عاد في دقة. أبوك؟ أبوك وين؟ غبي أنت. طب أبوك وين الحين؟ أبوي فوق نايم. طيب حتى لو لفطني خلاص مت ما عاد في دقة. طيب كم قلت؟ غير أنا صرفت من أبوي فلوس. صرفت منك؟ صرفت منه فلوس وشريت البيسي. والله عاد وش جرالي فيك؟ وش سوي محتاج وخايف أبوي يدري، لو درى قصاص. تبي نصيحتي؟ قل صراحة أنت قل له قل له يبغى ما كانت معي فلوس وزي كذا. بيقول كان قلت لي من البداية. قل له يبغى أنا استحيت منك عادي. قلت له عيب. ايش؟ قلت له عيب. قل له كنت محتاج ذا الشيء، قلت له كذا قل محتاج ذا الشيء يبغى وما ادري ايش، ما الكلام تعرف. والله يمكن نسمع كلام، يمكن يحن عليك يقول ولدي يمكن هو بس انت غلطة. كم اخذت منه؟ يقول حول 6000. عمه من وين ماخذها؟ من وين ما أخذها؟ طيب اوكي من ابوك كيف؟ يا أخي سرقتها منه. قلت له عطني الصراف بروح أصرف وحولت لي فلوس. ما يرضى رسالة؟ اتصل رسالة بس الجوال كان معي، حذفت الرسالة. من متى سويت ايش يعني؟ والله سويتها عشان نشتري البي سي بس؟ قلت لا كل شيء لازم تعرفه أنت. يعني أنا قاعد أقول لك إنه هذا الغلطة 100 200 ما يضر. 6000 أهم عدد ياك. اقول كل والله اني سالفتك هم سالفتك كثير دام فتحت الساعة. والله ما ودنا نقلب الموضوع حزن أنا أخوك، إني بس ليش سالفتك أنت شو مسوي؟ اذا انت سرقت من ابوك مرة تدري انا من متى اسرقه؟ متى؟ تدري راضي كلها ماخذها من ابوي، تحسب انه هو اللي يعطيني مزرفها كلها. كل اللي أنت شاريه؟ انا صدمت انه واحد يسرق من اخوياي زيي، والله اني احسب اني انا الوحيد، بس دامنا لا سوا. من متى أنت تسرق؟ الحين أنا ماخذ من، يعني أنا على الأقل اللي زرفت أبوي مرة. شوف كل الصدق يعني الصراحة والله في أشياء يعني أوكي أنت الحمد لله إنك سرقت شيء على فائدة، أنت ما تدري وش إني مسوي يعني. أقسم بالله إن أشياء مرة يا عبوش يعني. تخيل قد أخذت من أبوي فلوس عشان أعطي خويي، وأبوك ما يدري. أخذت مبلغ قدره أعطيه عشان تذكر سافرتنا دبي. إيه؟ شفت الفلوس دي؟ ترى أنا ما أخذ من أبوي وما يدري. وأبوي هو قال لي معك فلوس، قلت له إيه، وأنا ما أخذها منه. بس شفت يعني أنت وقتها كنت تكذب علي. أكيد بس أنا أعلمك اصبر. هي ميب صراحة ما كنت أكذب، بس عرفت اللي غلطت غلطة أول مرة بعدين غلطت عجبني الوضع صرت أغلط كثير. إذا تبي نصيحتي كأخ والله وقف ولا قل لأبوك بيزعق عليك بيسحب. أنت الحين قاعد تنصحني ما تنصح نفسك. أنا سويت شيء خلاص فهمت، ما بيك تطيح فيه زي اللي يقولون دخان من متى وأنت تسوي ذا الحركات؟ يمكن ولا ثانوي. شلون ولا ثانوي؟ ثاني ثانوي ثالث ثانوي تخرجت 4 سنوات وانت تسرق؟ عقل كنت حمار انت. ما قلت لك كلمتها قبل شيء زي اللي يدخن وطاح عليه وخلاص.
وابوك ما يدري. طيب تخيل درى. ما راح يدري، حتى لو درى هو الغلطان. ما يبي يعطيني. انا عندي حجه، انا ما معي فلوس. اقول لك بس انت الحمد لله. انت تقولها يعني كذا عادي. طيب انا ما اقول لك هذا شيء شخصي، يعني عادي. انا اقول لك النصيحه، لا تسوي ذا الشيء، فهمت؟ لا تصير نفس المسار اللي انا مشيته. طيب انا ما سويت ذا الشيء الحين. انت الحين قلت لي كل اللي في بطنك وتسرق من ابوك، خير. كيف ما سويت؟ طيب ليه؟ اي ما سويتها. وش اللي ما سويته؟ مشاري جد والله انا اتكلم معك جد. طيب وش اللي ما سويته؟ انا ما سرقت من ابوي شيء يا رجال. طيب شلون سويته؟ ماخذه من ابوي. طيب شلون؟ ابوي يدري لانه مقلب. كيف ما؟ انا قاعد اصور مقلب وانت الحين تقول ان ابوي صار اسرق من ابوي. طيب انت ما صورت سناب وقلت لهم اني ما يقلبك؟ متابعينك جاوا قالوا لي تمشيها علي والله انك تخزع. والله انك تخزع علي يا حمار. انت ما صورت سنابك؟ طيب صورت. طيب ليش تحط طعام؟ انا على نياتي. وليش تحط يعني انا ما فتحها؟ انا ما فتحتها والله اني ما فتحتها سنابات. بس يوم كنا طالعين شفت يوم تودي الفطور وانا فتح الخاص الاقي انت من عبوش وسير مقلب ليه ما قلت. بس تدري ايش كنت احسب مقلب؟ احسب بيدخل ابوك ولا بتدخل بنت ولا زي حركاتي. ما توقعت ابدا ان ذا المقلب. انا ابي اسوي فيه مقلب ويمقلبني. صنعت المقلب. انا ابي اشكر شكر خاص من متابعيني اللي خايفين علي اللي علموني على كل شيء. كان معكم عبوش. لا من فوق. جبنها متحمس. بس صنعت المقطع. سهلني على الفاضي. كان معكم مشاري و عبد العزيز الجامد. ايش؟ لا بدش. لا